هلو everybody how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. معنا النهارده مع سيشن جديد من كتاب بوك اند من. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من فيديوهاتنا اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. نبدا بسم الله. سيشن النهارده هيبقى مختلف تماما عن كل مرة. هنعمل مراجعة أو هنحل تدريبات على verb to have يعني فعل يملك. السؤال الأولاني بيقول write اكتب have or has يعني هنكتب في السبيس في النقط اللي عندك يا إما have أو has. طبعا أنا بفكركم verb to have قلنا have يعني يملك وhas برضو معناها يملك، بس الفرق ما بينهم إن have بيجي معاها pronouns ضمائر معينة. have بيجي معاها I أنا they هم we نحن you أنت. يبقى أنا هقول I have أنا أملك they have هم يملكون we have نحن نملك you have أنت تملك. إنما has بيجي معاه he هو she هي it هو أو هي الغير العاقل وأي اسم مفرد. يبقى have بيجي معاها I they we you والاسم الجمع. has بيجي معاها he وشي وإت وأي اسم singular أي اسم مفرد. نبدأ بالسؤال الأولاني سهى. طبعا سهى دي يتقال عليها she أو يتقال عليها اسم مفرد. طالما إيه اسم مفرد يعني هتاخد has. يبقى هنكتب سهى هننزل لها has a nice doll يعني سهى تملك أو عندها أو لديها عروسة لطيفة. نمبر 2 a horse. horse يعني حصان. حصان هنا اسم singular اسم مفرد، أو ممكن أقولها بطريقة تانية ممكن أشيل horse الحصان وأحط بدلها it لغير العاقل فطبعا بيجي معاه has. يبقى horse has a long tail يعني الحصان عنده ديل طويل. نمبر 3 camels يعني الجمال. طبعا كلمة camels دي كلمة plural كلمة جمع. طبعا الكلمة الجمع لازم يجي معاها have فعل have. camels have 4 legs يعني الجمال تملك أو عندها أو لديها 4 رجول. نمبر 4 I أنا. طبعا كلنا عارفين I بيجي معاها have. I have 2 arms أنا عندي ذراعين. نمبر 5 children يعني الأطفال. children أطفال دي كلمة بلورال كلمة جمع يعني ممكن أشيل children الأطفال وأحط بدلها زي يبقى children يجي معاها have many toys يعني الأطفال عندها لعب كتير. نمبر 6 you. طبعا you من الضمائر اللي بيجي معاها بص كده you بيجي معاها have. you have long feet انت عندك قدم طويلة. نمبر 7 elephants اللي هي الأفيال a long trunk يعني زلومة طويلة. طبعا elephants هنا كلمة بلورال كلمة جمع فطبعا يجي معاها have. أي كلمة جمع يجي معاها فعل have. أي كلمة singular مفرد بيجي معاها فعل has اللي هو يملك. طب نمبر 8 عمر and رامي. عمر ورامي طبعا الاتنين دول يعتبروا جمع. ما فيش في الانجليش حاجة اسمها مثنى. الانجليش فيه يا اما مفرد singular يا اما اكتر من واحد بيتقال عليه جمع. ما فيش في الانجليش مثنى. يبقى عمر and رامي دول يعتبروا جمع يبقى نحط لهم have. عمر have new shirts عندهم قمصان جديدة. نمبر 9 she blue eyes. طبعا she بيجي معاها has. he وشي وإت يجي معاها has يعني هي تملك وهي عندها. نمبر 6 نمبر 10 cats قطط. طبعا كلمة cats اللي هي قطط كلمة جمع. طبعا الكلمة الجمع دي بيجي معاها فعل اسمه have. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في سيشن جديد من كتاب بوك اند بن وبنعمل مراجعه على verb to have بنحل اكسرسايز من كتاب بوك اند بن. اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. السؤال هنا بيقول make in short form يعني اكتب الجمله دي بس بصيغه مختصره. طبعا انا الجمله كلها مش هتتكتب، الجمله كلها بتنزل زي ما هي بس انا هبص على الفيرب الاساسي او الفعل الاساسي بتاع الجمله هو يا اما have يملك او has يملك. طبعا احنا كنا شرحنا قبل كده ان have ممكن اكتبها بطريقه تانية apostrophe ve. have بكتبها apostrophe ve او has بكتبها apostrophe s. يبقى تاني have يملك وهاز يملك ليها طريقة مختصرة. يبقى have اختصارها apostrophe ve has اختصارها apostrophe s. طيب تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي موجودة. نمبر 1 ونمبر 2 طبعا محلولين. تعالى نبص على نمبر 3. اول ما اشوف هاز هكتب اختصارها وانزل باقي الجمله زي ما هي. اول ما اشوف هاز هكتب اختصارها وانزل الجمله زي ما هي. تعالى عند نمبر 3 بيقول مام
ماما has curly hair، يعني ماما عندها شعر مجعد. طب مام هنا عشان انا اعمل جملة مختصرة هتكتب مام تنزل، والهاز تبقى apostrophe اس. هاز هي الوحيدة اللي تبقى مختصرة تتكتب بطريقة apostrophe اس، ونزل curly hair زي ما حضرتك شايف كده. مام ودي هاز اتكتبت بطريقة مختصرة apostrophe اس وcurly hair. طب نمبر 4 he has a robot، هو عنده إنسان آلي. طبعا هاز بس اللي هتتكتب بطريقة مختصرة، يبقى هي وهشيل هاز واكتبها مختصرة apostrophe اس وأنزل a robot. نمبر 5 the lion، الأسد has sharp teeth، الأسد عنده أسنان حادة. طبعا the lion هتنزل وsharp teeth هتنزل زي ما هي، بس هتحط has مختصرة تبقى apostrophe s. has اللي هي معناها فعل يملك هتتكتب بطريقة تانية apostrophe s. ده الإكزامبل اللي بعد كده it has a long neck، يعني عندها رقبة طويلة. طبعا it هتنزل و a long neck هتنزل زي ما هي، وهاز هكتبها بطريقة مختصرة apostrophe s. نمبر 7 we have two brothers، احنا عندنا أخين. we هتنزل زي ما هي، و have تتكتب بطريقة مختصرة apostrophe ve، يبقى we have two brothers اتكتبت بطريقة مختصرة. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو النهارده، فيديو حل اكسرسايز وتدريبات على شرح verb to be من كتاب book and pen. طب هناخد سؤال مختلف تاني وهو بيقول write a sentence. طبعا عندك صورة زي كده وتحتها كلمتين، ولازم من خلال الكلمتين دول ان انا بكون بيهم sentence. يعني ايه sentence؟ يعني جملة. عندي كلمة sister يعني اخت، وهير يعني شعر، ولازم ان انا استخدم في الجمل دي verb to have. وخد بالك ان هاف بتيجي مع ضمائر، وهاز بتيجي مع ضمائر تانية لسه شارحينها. طبعا ماي سيستر اختي ده اسم مفرد، يعني هيجي وراها سما حد شاطر بيقول هاز. اكسلنت، انت شطور خالص. يبقى ماي سيستر هاز هير، اختي تملك او عندها او لديها شعر. ماي سيستر هاز هير، او ممكن تزود من عندك لونج هير. طيب اكزامبل كمان، عندي برادر اخويا، وعندي هير شعر. عايزه اقول ان اخويا عنده شعر، او ممكن تقول شعر اسود، شعر قصير، على حسب ما حضرتك عايز، بس ما تنساش تستخدم verb to have. يبقى my brother ده اسم مفرد هيتحط معاه سما حد شاطر بيقول has. excellent. my brother has hair، ممكن تقول black hair، short hair، زي ما حضرتك عايز، المهم تستخدم verb to have. طب الصورة اللي بعد كده عندي فيش السمكة وليجز أرجل. طبعا السمكة ما عندهاش ليجز، ما عندهاش أرجل. طبعا يبقى الجملة دي أساسي هتبقى نيجاتيف، هتبقى الجملة منفية. نفينا verb to have يا إما ب don't have أو doesn't have. طبعا عشان فيش اسم مفرد فتنفي ب doesn't have. وخد بالك انا بستخدم مع doesn't have او مع don't have لان هنا have ده الفعل الاساسي، ما بستخدمش has. يبقى the fish doesn't have legs، يعني السمكة لا تملك ارجل. سؤال كمان، عندي شي هي ودول عروسة لعبة. عايز اقول ان هي عندها عروسة لعبة. طبعا شي بيجي معاها فعل اسمه has، هي تملك. she has a doll، هي تملك عروسة او عندها عروسة. سؤال كمان، عندي كلمة مام يعني ماما، ودريس يعني فستان. طبعا عشان عايزة أكون جملة فيها هاف وهاز هبص إن كلمة مام دي كلمة سينجولار مفرد، والأسماء المفرد بيجي معاها هاز، يبقى هاز أدريس يعني ماما تملك أو عندها دريس يعني فستان، أو ممكن تقول أريد دريس يعني فستان أحمر. سؤال كمان، داد بابا وكيار. عايز اقول ان بابا يملك سيارة، يبقى ماي داد بابا. بابا هنا اسم مفرد نحط له هاز. سما حد شاطر. ماي داد هاز ا كار، يعني بابا يملك سيارة.